اسمي أسامة قاسم الجازع، اسمي الحركي سرخبون آزادين. مواليد 1999، قرية سليمان ساري. نحن 5 شباب وبنتين من عشيرة شمر. وضعنا المادي ممتاز. أمي كردية. القرية كان فيها مكونات من مسيح الكرد وعرب. درست بكالوريا حاسوب، طلع لي معهد بس ما كملت. انقطعنا من المدرسة استشهاد خالي محمود العبو بمعارك رميان الباشا 2013. نحن 3 إخوان مصابين بالبيت. خالي شكل طابور باسم الشهيد محمود. لهالسبب انضمينا، قطعنا من المدرسة وانضمينا. في إخواتي تصابوا هبال باران ديريك، معارك حسكي، سردار بالباغوز. بعدها شكلنا طابور بالهول بال2014. نحن ال5 شباب كنا بهداك الطابور، أولاد خوالي كمان، وفي كم أصدقاء لنا. كنا بالطابور شفنا التدريب، يعني التدريب بس على السلاح. بعدين شاركنا بالحملات. أول حملة كانت بالشدادي. أول يومين كان تحركات قدامنا، كانوا رفيقات مشاركين معنا بالنقاط اللي جنبنا. اجت رفيقة، هذا الموقف يعني ما أنساه، حفزنا يعني أو شجعنا. كنت أقول لها رفيقة في تحركات قدامنا، يمكن اليوم في هجوم. قالت إيه وليش خايف؟ يعني إذا يضربوا عليك طلقة أنا أحرقهم حرق. أعطتنا معنويات، فعلا بنفس اليوم إجا الهجوم، فكانت معنوياتنا عالية من كلام هالرفيقة، وبالفعل صدت نقطتهم، هي اللي صدت الهجوم. كان في صعوبات، خلصنا الحملة شي 15 يوم ورجعنا. بعد ما خلصنا رجعنا على الطابور. كنا نشوف التدريب على السلاح. اللي يتعلم كان يعلم رفاقه، الرفاق اللي ينزلوا على البيت كان كل رفيق يجيب كمان رفاق معه، يجيب ناس شباب يتطوعوا وينتسبوا. بعد انتقلنا على حملة منبج. طلعنا على حملة منبج، طبعا أخذت إخواني 2 معي. وقفنا بجسر قرقوزات، كان التجمع هنيك. طلبوا الطوابير الحركتية، يعني طوابير الصادرية. كان في أخي قلت له أنت واحد خليك ورا، والثاني خليك معي، هوال باران خليك معي. خلنا على قبر إيمو، هي كانت التلة. كان متمركزين، كان في قناص هنيك. وقف الحملة شي 3 أيام، يعني عجزنا لحتى عرفنا مكانه. كان مكانه بالبرج سريتيل. قام باران قال أنا بدي أروح، لو حتى استشهد بدي أروح. بالفعل طلع هو على البرج، ومن هناك أعطانا إشارات إنه خلصنا من القناص. بعد ما ثبتنا نقاطنا الصادرية بقبر إيمو، فتنا بين المدنية. كان يقول كنا ننتظركم، أو كنا بين ظلم، وكويس إنه جيتوا.
كانوا ظلام، كانوا كل شيء بالغصب. صاروا يشوفونا، صاروا ينضموا معنا بنفس الحملات، صاروا ينضموا معنا يعني. صرنا نتقدم شوي بشوي، دخلنا على قبر إيمو، كمان فتنا بالصادرية، جهزنا جروبات، جروبنا بالليل، جروب الصادرية. دخلنا بالليل، حسوا علينا، كان اشتباك قوي لحد الصبح. بعد الصبح كسرناهم يعني، ما بقى منهم. رجعنا جروبنا الصادرية استراحة، وخلينا جروب الثاني اللي كان ورا يثبت النقاط. هيك مشينا لمدينة منبج، يعني قرية قرية لحد مدينة منبج. أكثر المعارك كانت معمل الزعتر. معمل الزعتر كان في شجر الزيتون يوصل لحد النقطة، يعني إذا كان يتسلل العدو حتى يوصل لتحت البيت لتحت النقطة ما كنا نشوفه. استشهدوا معنا رفاق في هبال ديار، كان معنا. كان في قناص كمان، كانت مرة شيشانية أجنبية كانت. كمان تصاوب واحد من رفاقنا بنفس النقطة. ضلينا مثبتين بالنقطة لبين ما اجت جروبات ثانية من غير قوات، بدلناهم. كان خطنا بين منبج وجرابلس، لأنه كان يجي الإمداد. قالوا بدنا الطوابير الحركتية اللي شايفة، لأنه هجمات قوية تجي مشان يكسروا الخط تا يجي الإمداد من جرابلس على منبج. قلت لهم نحن طابور الشهيد محمود، وفتنا كمان. بعدها سلمنا لغير قوات وانتقلنا على المدينة. معارك المدينة كانت حرب شوارع، كانت شرسة، أكثرها ألغام. فتنا على السوق المغطى، طبعا فاتوا جروبات قبلنا، استشهدوا رفاق، استشهدوا الرفيقات. بعدها كمان نحن فتنا، صار عندنا شهداء، انسحبنا يعني. فاتت قوات ثانية من رفاقنا لحتى خلصوا. هذه كانت يعني السوق المغطى لهاليوم ما بيشتكي فيها، كانت أشرس المعارك. بعدها ثبتنا النقاط، سلمناها لقوى الأمن الداخلي ورجعنا. بعد ما رجعنا كمان ريحنا، حكينا للرفاق بالطابور على أنه شو معاركنا، شو كانت أغلاطنا بالحملة، شو لازم تعمل، كيف تحمي نفسك، الاندفاع ما بيصير، شو جروبك لازم يكون قوي، يكون بالخلف جروب مؤازرة. يعني كنا نسوي تخطيطات أو تكتيكات عسكرية، بينما الرفاق اللي كانوا جايين جدد كمان كنا ندربهم. بعدها انتقلنا على حملة الطبقة. أول ما دخلنا على جسر الطبقة كان التجمع بالسويدية الكبيرة. دخلوا كمان جروب لرفيقاتنا بالبانزيرة على جسر الطبقة. أول ما دخلوا كان كله ألغام، استشهدوا الرفيقات. حتى السيارة اللي كانوا راكبينها يعني ظلت بمكانها. كانت كمان معارك شرسة، لأنه قدامنا كان في قناص. القناص كان دوشكة يعني بعيد المدى، كان يضرب على هالجسر. فتنا بالسويدية الكبيرة كمان واجهنا معارك، استشهد معنا رفاق، استشهد الرفيق فهد. بعدها كمان احنا رجعنا، الرفاق كملوا من المي، وبعد المي على مدينة الطبقة. نحن صار عندنا شهداء ورجعنا. جانا على الطابور كمان نفس الشيء، انه شو الغلط وليش الرفيق استشهد. اعطينا كمان تكتيكات عسكرية او مخططات عسكرية. كمان رفاق كانوا جايين جدد، علمناهم.
بعدها انتقلنا على حملة دير الزور. حملة الصور، حملة الصور مرقدة، دخلنا هاي بالحملة كمان كان تجمع، طلبوا جروبات الصادرية، دخلنا جروب الصادرية. ثبتنا جروبات الصادرية الصبح، في رفاقنا طلعوا جروب صادرية قدامنا، لكن كان في كمين قدامه. صاروا على اللاسلكي يحكوا، طبعا طلعنا وراهم مؤازرة، طبعا مو بايدين ان عم نشوفهم. رحنا عم نركض عليهم، في 3 رفاق استشهدوا، وفي رفيق كان متصاوب بأجره. حملناه ورجعنا. بعدها كمان جهزنا جروبين ورحنا جبنا رفاقنا المصابين ما خليناهم، وهيك مشينا الحملة يعني. بعد ما خلصت الحملة كمان رجعنا على طابورنا، كان عددنا صار كبير. دخلنا كمان أول يوم بحملة الصحراء، كان الغبار يعني أول ساعتين ثبتنا النقاط، إجا الغبار، توقعنا أنه يصير الهجوم، وبالفعل صار هجوم. كانوا حملتهم عنيفة، صار في عنا شهداء كمان، وبس الأكثر قتلى منهم هن، لأنه احنا رفاقنا كانوا متمركزين، وأكثر رفاقنا كانوا شايفين يعني بالحملات. تقريبا 21 يوم. بعدها طلبونا كمان الرفاق، قالوا راح تنطلق حملة الدشيشة. بدلنا جروبات، نزلنا على حملة الدشيشة، كانت أيام العيد. بعثنا قسم من الرفاق يعيدوا عند أهلهم، ونحن كملنا ما نزلنا. حملة الدشيشة القسم اللي صار عندنا فراغ بالطابور، في أنا ورفيقي جودي باقلة، هو جاب أخواته 4 وأنا جبت أخواتي ال5. فتنا جروبين الصادرية، حتى الرفاق منعونا من هالشي. قلت لهم لا، أنا جروبي بده يفوت. قال ما في عندك عدد؟ قلت لهم ما في عندي عدد، هاي إخواتي. لهاليوم ينذكر، والرفاق كانوا يذكروا إنه هوال سرخبون فوت إخوان 5 صادرية، والرفيق جودي كمان ما ننكر كمان جاب إخواته 4. فتنا جروبين الصادرية. حملة الدشيشة أول ما دخلنا يعني في منا راح على كاسحة الألغام، في منا طلع على الهمرات، في منا ثبت بالنقاط. جروبنا الثاني اللي جلنا قال في مفخخة. قلت تمام هذا شوفوا ايش وضعها. كانوا ملغمينها هني، رفاقنا ضربوا عليها أول طلقة، أخوي كان باران، ضرب طلقة بعد ما جهزوا الرفاق احتموا، انفجرت. الشظايا كان في سردار أخوي كمان الكبير، وفي ريزان أخو جودي كمان هن من قرايبنا، كمان تصاوب شظايا. بس طبعا طلعناها من الصادرية، قلنا نروحوا على الطبية. مشينا بهالحملة، فتنا بالدشيشة. الدشيشة كان كمان ألغام. الدشيشة كان المدنية دواعش، يعني ما ساعدونا أبدا، ما لقينا أي مساعدة. في من الطرف الثاني كمان اجت قوات اليبجة رفيقاتنا، صار في تنسيق انه نحن فايتين من طرف، نستغط معهم احنا من هذا الطرف. بعدين مشينا كمان الحملة، ما صار عنا اي شهداء. في منهم كمان قتلى، جثثهم كانت موجودة. طابورنا كان على الهمرات والسلاح الثقيل، هاي بعد ما ضربوا بس بالطابور يعني. خلصناها لحد التويمين.
حد الصحراء. خلصت الحملة، رجعنا كمان على الطابور باستراحة. أخي سردار حكى معي، قلت له تمام أنا هاليومين جاي من البيت مشان أبدل جروب. قال أنا وصلت الحسكة مشفى شهيد سارية، أنا تصاوت. هذاك الموقف قلت له لا عن جد؟ قال اي والله أنا تصاوت. قلت له مو مشكلة. قال لا تخبر أهلي وأنت تعال. طلعت من البيت، رحت شفت إصابته، قلت له عادي يعني بأجرك مو مشكلة. قال بتروح على الحملة؟ قلت له ايه أنا راح أروح على المكان اللي تصاوت فيه أنت. كان يضحك، قل ليش بدك تاخذ ثاري يعني؟ قلت له هي هيك راح تصير. كملت الحملة لحد وصلت لعند الرفاق هنيك، قالوا أخوك مصاب بالمشفى ارجع، ما نقبل تفوت على الصادرية. ما قبلوا القيادة، قالوا روح عند أخوك لبين ما توديه أقل شي على البيت يعني. رجعت عنده على المشفى، أمي لاحظت ليش أنت ما عم بتروح. أبي كان يقول لي، جيت على أبي قلت له والله سردار تصاوب. لا عن جد؟ قال تمام لا تخبر أمك لبين ما نجيبه. قلت تمام. أمي صارت شك، وليش طول الجروب؟ هي صارت تعد الجروبات، ليش طولوا الجروب هذا وليش أنت ما رحت؟ المهم شكت بالموضوع. قالت بدي أحكي معه. ليش ما يحكي معي؟ يوم قلت له سردار خلي أمي تحكي معك بس ما تعرف. قال تمام. والله حكى معها، قالت والله من صوتك أنت مو طبيعي. قال والله شوي اجري. وقت قال اجري أمي وقعت بالأرض. بعدها إخواني كلهم قلت لهم بدنا نروح يعني. هالمرة صار مو بس قضية الشهيد خالد، مرة صار سردار كمان متصاوب، ونحن ما راح نوقف ولا راح ننكسر، راح نبقى مشاركين. المهم كمان رحنا، القيادة ما وافقوا، رجعونا. قال يكفي يعني الحملة خلصت ورجعوا. بعدها صارت الحملة كانت شغالة، صار بده يخفف الضغط على حملة هجين والباغوز. صار خلايا النائمة تتحرك بالمنطقة. أنا على مكان عملي من تل حميس، ثاني يوم عيد الأضحى عيدت بالبيت، وإجا باران أعطاني السيارة قال مشان تلتحق. قلت له تمام. طلعت الساعة 10 تقريبا، أنا عديت تل حميس. تل حميس كنت ماشي بالسيارة، سمعت صوت الطلقات، كان هجوم من خلايا نائمة. الخلايا صارت تتحرك هون يخففون الضغط على الجبهات. سيارة كانت واقفة، كان يأشر بالضوء. والله أنا بدي أوقف أكيد سيارة يا رفاق، إنه كنا نطلع دوريات هنيك. والله وقفت سيارتي مقابل سيارتهم، كان كمان أتشون، أنا سيارتي كانت أتشون. قبل حواجز تل حميس كنت أوقف عند الحواجز أعطيهم عيدانية، كنت أوقف كل عام وأنتم بخير، كنا نعيدهم. وطلعت كنت شايل كمان بإيدي عيدانية، كنت أنزل أعطيهم. أول ما نزلت فتحت باب السيارة، هاي سيارتي وهاي سيارتهم، فتحت باب السيارة ما مشيت خطوة لسه باب سيارتي مفتوح. انضربت طلقة. طبعا أنا ما بعرف، بس إنه أنا شفت حالي بالأرض، تصاوت بصدري، الرئة انفتح، صار صوت، صرت أتنفس من رئتي يعني. كانوا يصوروني، كان في مع واحد قال اضربوا، كانوا عرب يعني، قال اضربوا النوب.
قال لا مات. طبعا كان يصورني، كان يسب وضربني على راسي وأنا بالأرض. المهم صرت أحكي مع حالي يلا قوم، أنت قوي، ما راح استشهد بهالطريقة هاي. وصلوني الرفاق لعند الرفيقة. هذاك الموقف اللي ما أنساه فعلا، اللي عبر عن الروح الرفاقية. الرفيقة حطتني بسيارة الإسعاف لتأخذني على الحسكة مشفى الشهيد سالي. هنيك عملوا لي عملية استئصال للرئة. أنا دخلت بالعناية المشددة 14 يوم، كيف مروا ما بعرف. أتذكر منهم كمان الرفيقة اجتني الصبح، كيف وضعك، شلون صرت، يلا عادية مو مشكلة. أعطتني معنويات. بعد ال14 يوم طلعت من العناية المشددة. بهالعناية المشددة 14 يوم صار معي نزيف داخلي مرتين. يعني الدكتور كان يقول كنا نشيل ايدنا عنك انه استشهدت. بعدين يرجع النبض. بعد ال14 يوم اجت امي وابوي واخوي سردار المصاب زيارة. يلا عادية، كمان اعطوني معنويات، يلا عادية ومو مشكلة. وامي صارت تبكي بنفس الوقت، كمان اعطتني معنويات. هاي شوف سردار لسه على عكازات ومو مشكلة. بعدها كمان ضليت 10 أيام، تلقيت العلاج بمشفى الشهيد سارية وطلعت على البيت. كمان موقف ما أنساه، أمي ذكرت إنه اثنيناتكم تصوبتوا بغرفة واحدة أو اثنيناتكم ما عاد تقدر تمشوا. كمان كان هالكلمة مؤثرة لهاليوم أنا ما أنساها. صارت الناس تيجي تسلم علينا اثنيناتنا. صرنا يعني ما تأثرنا بالإصابة، صرنا نحكي عن الحملات، أنت كيف رحت، أنت كيف كنت بطل، أنت كيف كنت ما تخاف. صرنا نحكي. بعدها كمان صرنا نتلقى العلاج. في أخي باران كمان معارك الحسكة، باران كمان تصاب برجله، كمان تلقى هنيك العلاج وإجه. صرنا 3 بالبيت، 3 بنفس الغرفة، و3 متصاوبين. كانت صعبة شوية على الأم أكثر شي تأثرت. صاروا يومين 3 بدون أكل. صرنا نحكي إنه لا تنكسروا، البيت أثرت عليه الإصابة. حتى اللي يتوجع خلي يقول ما عم أتوجع مشان أمي. سافرت على الشام مشان تلقيت كمان علاج هنيك. باران حولوا على حلب الشهبة. علاجي بالشام كنت بحاجة عملية. الرفاق قالوا العملية شوي كانت حساسة. قالوا في أدوية بس يعني مداها طويل، بدك تتحمل. يعني إنه معاني من ضيق تنفس بالحر أو بالبرد. المناخ لازم يكون، الجو لازم يكون معتدل، لا برد ولا حر. الغبار ما كنت أقدر عليه. ضليت هنيك شهر بالشام. قال أحسن من العملية، عملية فتح صدر بسنة واحدة جسمك ما يتحمل، رح نعطيك هالعلاج وبس بده فترة تتحملها. قلت لهم تمام. والفعل أخذت العلاج وبعد فترة صرت أحسن.
طلبت من رفاقنا أرجع على القوة العسكرية. كان أحداث العشائر هي بالشهر الرابع اللي راحت، وفوتت جروبات. كمان في رفاق عنا استشهدوا، كم رفيق بس، لكن أفشلنا هالحركة هاي. كانت مخطط إيراني، لأنه عبروا من المي، كانوا كلهم مدربين. هي ما كانت حركة عشائرية، كانت حركة إيرانية، وأفشلنا هالحركة. رجعنا الأمن والاستقرار على المكان اللي كنا فيه بالهجين. بعد ما خلصنا الرفاق قالوا تمام ارجع أنت استريح. ولهاليوم هذا كل ما بتصير يعني حركة أو حملات هنشارك فيها، شاركنا. واليوم أنا بأكاديمية الشهيد دشتي أمانوس، هي خاصة برفاقنا الجرحى. دخلنا تدريب أكثر رفاق، اللي رايح طرف واللي رايح عينه، في مساعدة من الرفاق، عايشين حياة مشتركة. أخذنا الدروس هون، كل رفيق يعطي كمان من الدروس القديمة، يعطينا من فكره. أما حاليا عم نتلقى الدروس عن مشروع الأمة الديمقراطية، أو كيف نبني مجتمع ديمقراطي. كل رفيق ياخذ من هذه الدروس، يروح بين المجتمع، يروح بمكانه، يعطي هالفكر. في دروس كمان عن القائد، في دروس عن رفاقنا المناضلين، في دروس عن تأسيس الحركة، في دروس عن الوطن والوطنية، يعني عن الثقافة والأخلاق. في مشاركة من الرفاق، في رفاق قديمين في عندهم هالفكر. في رفاق اللي ما كان يفهم كنا نساعده، في رفاق اللي كان إصابته مأثرة عليه كمان كنا نساعده. مساعدة فيه بالدروس، مساعدة بالحياة اليومية. حياتنا، الفرق بين حياتنا المدنية والعسكرية. بالمدنية كنا ندرس، بس بالعسكرية تعلمنا كثير شغلات، من الروح الرفاقية، تنظمنا، صار عندنا فكر. بين الرفاق تعلمنا المساواة، لا للظلم، لا للسلطوية. كانت المرأة مظلومة، تحررية للمرأة، حرية الفكر. تعلمنا كثير شغلات. أما كانت حياتنا العسكرية وبين الرفاق أحلى من حياتنا المدنية. صار عندنا فكر، في كثير شغلات ما كنا فهمانينها فهمناها. نحن 3 مصابين بالبيت، هذا فخر إنه ولسه جاهزين نقدم، مو واقفين لعند هالشي. وين ما ننطلب راح نروح، أي جبهة كانت. بدي أقول كلام أول شي لأخواتي المصابين، ولا رفاقنا المتصاوبين، ولا رفاقنا العساكر. هوال تقدموا وانشروا هالفكر، نحن ماشيين على مشروع أمة ديمقراطية صحيحة. تقدموا ولا تنكسروا. إذا صار عندك شهيد تقدم، إذا صار عندك مصاب تقدم، لا توقفوا. ومشروع الأمة الديمقراطية ناجح. هي فكرة القائد مو بس على منطقتنا، صارت بين الدول كافة. وانشروا هالفكر، كل رفيق عنده هالفكر خلي يطبقه على الواقع يعني. وراح نقول للقائد نحن ماشيين على هالنهج وعلى هذا الفكر، وراح نتقدم، وكل فكر نسمعه وراح نطبقه على أرض الواقع، وماشيين على هالنهج.